معاد والكرة أمامية، البحث عن اللافي، كرة أمامية مراد، هي التدخل لوحاشي في المتابعة، لوحاشي في التصدي من أمام وائد اللافي. كرة كانت تشكل خطورة، ترجع من جديد يخسرها الأهلي بنغازي، ترجع للأهلي طرابلس، يتدخل بوعاقلة، ترجع من جديد من بيزمانا يلعبها مع المنير، يسدد المنير والكرة بعيدة. ركلة مرمى لمصلحة فريق الأهلي بنغازي، محاولة أولى عن طريق اللافي والمتابعة والتصدي لمراد لوحاشي. تدخل جيد لمراد، حارس في المشاركة الإفريقية، استقبلت شباك 17 هدف، حصيلة جيدة ومميزة لفريق الأهلي بنغازي. واللافي في المراوغة يسدد، تصطدم بأحد اللاعبين وتكون سهلة مراد بالقاسمي، والحكم يعطي مبدأ الإسبقية. محاولة ثانية عن طريق اللافي، المتابعة من عبد الله بوعاقلة، كرة أمامية داخل منطقة الجزاء، رأسية بشارة والكرة ركلة مرمى. محاولة رأسية بشارة والكرة ركلة مرمى. حمدو يلعب مع المنير في الرفع، البحث عن الرأسية، البحث عن اللافي، تكون أقرب لطارق محمد بشارة يلعبها عرضية، يتدخل صهيب جهاد بيزمانا، قذيفة الصاروخية في البعيدة، هدف الأول لمصلحة الأهلي طرابلس. الرواندي جهاد بيزمانا يتمكن من افتتاح التسجيل، قذيفة لا تصد ولا ترد. الكرة الثانية بيزمانا الخطير، هدف لمصلحة فريق الأهلي طرابلس. جهاد بيزمانا يتمكن من افتتاح التسجيل، قذيفة الصاروخية من الرواندي جهاد بيزمانا. إذا تتغير لو معاد حداد، المتابعة من التربي، تراوري يلعب دور المحطة، تراوري من جديد، بوبكر تراوري في التسديد والكرة بعيدة. يتم التنفيذ، المنير يلعبها باتجاه اللافي، عرضية اللافي والهوني والهدف الثاني، هدف ثاني ولا أروع. المنير اللافي والهوني في الشبكة، هدف ثاني ملعوب، جملة تكتيكية ولا أروع. الهوني يتمكن من حرز الهدف الثاني، هدف ولا أروع. المنير يغيرها من اليسار على اليمين، واللافي يلعبها زي ما جت، ملعوب بين المنير اللافي الهوني. هدف ثاني لمصلحة فريق الأهلي طرابلس، قائد الفريق الهوني يقود فريق الأهلي بإحراز هدف ثاني، هدفين دون مقابل. الأهلي طرابلس تمكن الجزاء، والكرة الثانية والمتابعة ترجع من الدفاع، لازالت والتسديد، تسديد من معاد حد أول. لجنف رأسية والكرة سهلة بالقاسمي ولوحاشي.